بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مدرب الأهلي الجديد. زي ما اتكلمنا وقلنا إن موضوع كولر خلص. قلنا الكلام ده امبارح وأول امبارح بعد نهاية اللقاء، وحتى قبل ماتش سان داونز كنا متوقعين اللي هيحصل. قلت لك كولر كسب سان داونز ووصل لنهائي دوري الأبطال. كولر مكمل. لو الاهلي خرج من دوري الابطال زي ما حصل، قلت لك قبل الماتش والله قلنا الكلام ده والفيديوهات موجوده. قلت لك كولر ماشي فورا، ونفس اللي قلناه وتوقعناه بنعرف نجيب لك المعلومه. دورنا نجيب لك المعلومه والفيديوهات موجوده. على القناه. قلت لك السيناريو الاسوأ للاهلي في ماتش سان داونز لو حصل خروج للاهلي من دوري ابطال افريقيا، كولر باي باي. وده اللي حصل. قلت لك اذا نجح الاهلي في الصعود لنهائي افريقيا كولر مكمل. حصل بالظبط. فكنا متوقعين الحدث قبل ما يحصل. فكولر تم توجيه الشكر ليه. طبعا اللي حدث كولر بالازايز ده مشهد قميء زي ما قلنا. ما ينفعش كان يحصل. والنادي الاهلي هنا هيعمل حفل تكريم لكولر، وتم انهاء التعاقد معاه بالتراضي. طبعا الراجل ليه شهرين. قلت لك 500 او 600 الف يورو، لان كولر راتبه الشهري 250 الف دولار. فهو لسه ليه شهر 5 او 6 فهياخدهم وخلاص، وتم انهاء العلاقة. النهاردة في تدريب للاهلي. ركز بقى معايا. الساعة 7 مساء في تجمع. اول كده صلي على حبيبك محمد، ثم اللايك، ثم الاشتراك في القناة. الموضوع مش هياخد منك ثانية. النهاردة في تجمع للاعيبة الاهلي الساعة 7 مساء في النادي، مقر النادي بالجزيرة. في جهاز فني مؤقت لحين اعلان المدير الفني الاجنبي. هقول لك اسم المفاجأة مدوية: شوبير، سيف زاهر، مهيب، ابراهيم فايق، خالد الغندور الاعلام الرياضي، امير هشام، كريم حسن شحاتة. كل الناس تتكلم عن المدير الفني الاجنبي للنادي الاهلي الجديد. فالنهارده واحده واحده كده. تم توجيه الشكر امبارح. مجلس اداره الاهلي قعد مع كولر، لغى التمرين بتاع امبارح، وقلنا الكلام ده امبارح. النهارده في تمرين الساعه 7 مساء، لان الاهلي عنده ماتش بتروجيت في الدوري المصري نهايه هذا الاسبوع. فهيبقى في تمرين النهارده الساعه 7. اللي هيقود التمرين جهاز فني مؤقت. سامي قمصان ماشي، محمد رمضان ماشي. الوحيد اللي هيستمر في الاجانب هو ميشيل يانكون اللي هو مدرب الحراس، وده كان مستمر من زمان، مستمر من فترة مع الاهلي. فده الوحيد في الاجانب اللي هيفضل. وفي المصريين الوحيد اللي هيبقى في جهاز الاهلي هو الكابتن محمد شوقي. عودة سيد عبد الحفيظ ده قرار نهائي ولا رجعة فيه. سيد عبد الحفيظ وافق على طلب الاهلي، لان قال ما ينفعش النادي الاهلي يطلب اي حد من ابنائه ويتاخر ابدا. عودة سيد عبد الحفيظ مطلب شعبي من جمهور الاهلي كله، والاداره مقتنعه بده. هيبقى فيه غربله داخل النادي الاهلي، غربله بمعنى الكلمه. طيب، فدي اخر التطورات في حته
القرارات الحاسمة اللي بيصدرها النادي الأهلي في تمرين، في جهاز فني مؤقت، أيا كان بقى، في مفاضلة بين محمد يوسف وعماد النحاس. محمد يوسف وعماد النحاس، ركز بقى في الأسماء لأن ده اللي حاصل وهتلاقيه قدام عينك. محمد يوسف وعماد النحاس هو اللي هيقود التمرين النهارده، وفي اتجاه لتعيين محمد يوسف، الكابتن محمد يوسف، مدير رياضي مكان الكابتن محمد رمضان اللي خلاص تم توجيه الشكر ليه. رأيك في الأسماء والأخبار اللي بقولها دي، قول رأيك في تعليق. الكابتن محمد يوسف هيكون مدير رياضي، عماد النحاس هيكون في الجهاز. ففي غربلة داخل النادي الأهلي. اسم المدير الفني الجديد للأهلي فيه مفاجأة مدوية. كيروش بعد ما كان هو رقم 1 عند إدارة النادي الأهلي، أصبح رقم 2. مين اللي احتل مكانه رقم 1؟ جوزيه جوميز، مدرب الزمالك السابق ومدرب الفتح السعودي الحالي. جوميز بنسبة تتخطى 99% سيكون مدرب الأهلي الجديد في كأس العالم للأندية، وابتداء من ماتش بتروجيت بنسبة كبيرة جدا. ممكن يلحق ماتش بتروجيت أو ممكن يلحق الماتش اللي بعده في الدوري. جوزيه جوميز. فيروزة الألماني ده مدرب كبير وسي كبير جدا، سي محترم يعني، لكن رقم 1 الآن ممكن يتغير بعد ساعة، يصبح روزا هو رقم 1 وجوميز رقم 2. لكن أنا بقول لك كيروش ابتعد شوية واحتل مكانه دلوقتي في صدارة المدربين اللي مرشحين لخلافة كولر، هو جوزيه جوميز. تاني، جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق. رأيك قوله. شايف جوميز هينفع وهينجح مع الأهلي؟ قول رأيك. بناء على توصية من زيزو، لأن زيزو كان بيدربه جوميز، فزيزو بيشكر لمسؤولي الأهلي قوي في جوميز والمدرب عالمي. هل يكون جوميز هو مدرب الأهلي القادم أو الجديد؟ أنا بقول لك بنسبة 99% دلوقتي جوميز هو مدرب الأهلي خلاص الجديد. جوزيه جوميز في مفاجأة مدوية، لأن كيروش يعني راتبه غالي جدا، طالب رقم كبير جدا، وشوية يقول 3 شهور، خلوا العقد 3 شهور، لا خلوا العقد مش عارف ايه. فإدارة الأهلي يعني بقت على مضض من جوميز، من كيروش. فجوميز بنسبة 99% هو مدرب الأهلي الجديد. وزيزو أثنى على جوميز ثناء كبير جدا، لأن جوميز مدرب كبير على فكرة. مسؤول الزمالك هم اللي ما كانوش مساعدينه. جوميز بالبلدي كده كان بيغزل برجل حمار في الزمالك، مفيش صفقات زي الناس. مجلس الإدارة بتاع الزمالك ما كانش بيوفر له الطلبات، والراجل مع ذلك كسب كولر في الدوري السنة اللي فاتت، وكسبوا في السوبر الأفريقي، في السوبر المصري حتى في الإمارات لما كانت الأزمة وحبس 3 من 2 لعيبة، مصطفى شلبي ودونجا وعبد الواحد السيد، والأحداث اللي حصلت. بالرغم كده الأهلي فاز بالعافية بضربات الترجيح. فجوميز مدرب بيعمل شخصية للفرقة. فرأيك قوله. دي آخر التطورات في ملف المدير الفني الجديد للأهلي. دي آخر التطورات. كولر زي ما قلت لك خلاص موضوع صفحة واتقفلت.
ميشيل يانكون مستمر، محمد شوقي مستمر، محمد يوسف، عماد النحاس، سيد عبد الحفيظ. الثلاث اسماء دول موجودين في تدريب النهارده الساعه 7 داخل النادي الاهلي. اللعيبه هتتجمع الساعه 6 مساء، والتدريب هيقام النهارده. جهاز فني مؤقت اللي انا قلت لك عليه، يوسف والنحاس هيقود المران، ومحمد شوقي، لحين وصول المدير الفني الجديد للاهلي. قصه خلصت، حسمت بناء على رغبه زيزو، بناء على رغبه زيزو. تمام. الاهلي زي ما قلت لك بيخلص في صفقه محمد بن رمضان، قلت لك الكلام ده امبارح. محمد بن رمضان صفقه تقيله تقيله، الاهلي بيخلصها. الاهلي كمان بيخلص صفقتين مدويتين. فتوح رمى كعب امبارح، وانا قلت لك فتوح في الصوره عند الاهلي، واحمد فتوح ومحمد السيد ناشئ الزمالك او موهبه الزمالك، وابراهيم عادل ما زال في الصوره عند الاهلي. ابراهيم عادل نجم بيراميدز. موضوع كاس مصر لسه اتحاد الكوره ورابطه الانديه لم تصدر قرارها في هل هيتاجل ولا لا، عشان خاطر بيراميدز وصل لنهايه دوري الابطال. فهنشوف القصه دي هتروح فين وهتيجي منين. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.